قال الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات إن تسونامي يحدث نتيجة 3 أمور فقط يجب حدوثها في المياه، وهي زلازل أو براكين أو سقوط نيزك أو أجسام من الفضاء، فهو ليس له علاقة بتغيرات المناخ أو أي ظروف جوية طارئة. وأضاف: يجب أن يكون الزلزال في قاع البحر، فأي اهتزاز في قاع البحر يؤدي إلى اهتزاز عمود المياه فوقه، موضحا أنه لا بد على ارتفاع وعمق المياه من منسوب القاع بالبحر أن يزيد على 1000 متر مع قوة اهتزاز حوالي 7 ريختر لكي تحدث ظاهرة تسونامي. وتابع: حدوث زلزال بقوة 7 ريختر في المياه حاليا أمر شبه ضعيف للغاية، واحتمالية حدوث الأمر